نواصل من الرباط، حيث عقد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بهدف تدرس مضامين مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. وقد كان اللقاء أيضا مناسبة جددت من خلالها النقابات مطالبها على ضوء الميزانيات المخصصة للجانب الاجتماعي. أمينة سليماني وعبد العالي عياد معهما المزيد. أمام المركزيات النقابية الخمسة الأكثر تمثيلية قدمت الحكومة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2013 بهدف إطلاعها على التدابير الجديدة التي أتى بها المشروع. على ضوء المستجدات والوضع الاقتصادي والاجتماعي تم التشاور مع النقابات والاستماع إليهم، وكذلك تم الاتفاق على طريقة الاشتغال مستقبلا. تم التركيز أساسا على التدابير ذات الطابع الاجتماعي، التدابير اللي هي تتهم القطاعات الاجتماعية أساسا، التعليم، الصحة، السكن، ولكن كذلك تم التركيز على التدابير التي تهم الفئات الاجتماعية سواء من المأجورين أو الفئات المهمشة. النقابة أوضحت أن مشروع القانون المالي يحمل مؤشرات إيجابية، لكنها لا ترقى إلى انتظارات الطبقة الشغيلة، وفي هذا الشأن للمركزية جملة من المؤاخذات. مثلا القانون المالي لا يتضمن زيادة في الأجور، مثلا الضغط الضريبي على الأجور لا زال كما هو، كما كنا نطالب أن يكون هناك تخفيض من الضغط الجبائي. وأن النقابة التي تتعامل مع الطبقة الشغيلة المغربية يجب أن تجد هذه الطبقة طلباتها مبلورة في مشروع القانون المالي. ذكرنا بهذا كله وقلنا بأن مناقشة هذا المشروع اليوم جاءت نسبيا جاءت متأخرة، على اعتبار أن الفسحة الزمنية المتاحة لنا لدراسة هذا المشروع في عمقه هي فسحة ضيقة، وبالتالي يعني هذا لن يسمح لنا إلا بتقديم بعض التعديلات. لا بد من التأكيد على حريات النقابية، هذا شيء أساسي اللي كنأكدوا عليه. بطبيعة الحال طالبنا بتحسين الدخل، ليس فقط في زيادة في الأجور، ولكن هناك عدة أشياء اللي يمكن أننا نخفوا العبء على الشغالين وعلى المأجورين بصفة عامة. كان هناك نقاش وقدمت المركزيات النقابية مقترحاتها، ونحن عازمون على أن نواصل هذا النقاش من خلال الممثلين في لجنة المستشارين. لقاء الحكومة بالمركزيات النقابية أسفر أيضا عن قرار تشكيل لجنة عليا مشتركة مكونة من رئاسة الحكومة والكتاب العامين للنقابات كآلية للتشاور المستمر ومأسسة الحوار الاجتماعي. مشروع القانون المالي للسنة المقبلة سيتم تقديمه أمام أعضاء مجلسي البرلمان خلال جلسة عمومية تنعقد بعد غد الأربعاء على الساعة 4 مساء.